محمد، نعم. عرفت ان حلاوة المولد نزلت؟ عرفت ان حلاوة مولد نزلت اهو. ايه، احنا مش هنجيب حلاوة المولد ولا ايه؟ مين دول؟ احنا. هي نزلت اه. احنا نزلت. ايوه. نزلت. هنخرج امتى نروح نجيبها؟ نخرج فين؟ نروح نجيبها. نروح فين؟ عندكم في طنطا اكيد محلات كتير لا يعني. لا، ما حدش عندنا في طنطا بيبيع الحاجات دي. نعم. بطلوا. نعم. فعلا. بطلوا يجيبوا الحاجات دي من ساعة لما عرفوا الأسعار. ده اللي هو ازاي يعني؟ بالظبط. وبعدين تعالي هنا، انت اصلا عرفت منين ان احنا عندنا في طنطا بيبيع حلويات مول؟ ايوه انت مش من طنطا اصلا. بس انا عارفة انه اكيد عندكم محلات عارفة كتير. من مين؟ دي اشاعات، اشاعات ما تصدقهاش. لا، ما هو النت ما بخلاش. نت ما هو كذاب برضه على فكرة، لعلمك بقى 95% من اخبار النت اليومين دول بالذات كذاب. لا بجد بقى. بجد ايه بس هي وبتاع ايه؟ الاسعار بكام اليومين دول؟ اسعارها ايه؟ اسعار ايه؟ حلاوة المولد يا محمد، ما تركز معايا شوية. والله يا زوجتي العزيزة أنا عايز أقول لك بس إن مش أسعار حلويات المولد دلوقتي هي اللي يعني. فتخيلي بقى أسعار حلويات المولد هتبقى عاملة إزاي إذا كان كل حاجة أصلا في حياتنا. كيلو طماطم بقى ب 23 جنيه، تخيلي بقى كيلو حلاوة المولد هيبقى عامل إزاي؟ لا يا محمد، انا من كام يوم جايباه ب 18. بقى ب 22. انت مش من شوية كنت بتقول أنت 23؟ مش عايشة في البلد دي ولا إيه؟ على فكرة إمبارح ماشي. بسعر والنهاردة بسعر أساسا. ما علينا. عليك أنت لوحدك يا أختي، أنا ماليش دعوة. سيبيني دلوقتي في حالي. احنا خرجنا عن الموضوع الرئيسي. احنا مين بنتكلم الموضوع عن الرئيسي؟ موضوع حلاوة المولد. يا نهار أبيض، أنا كنت أنت ما بتنسيش حاجة أبدا. لا طب نتكلم في الخيار والباذنجان بقى والحاجات التانية دي، بلاش الطماطم. يا محمد، كل سنة وانت اي حاجه طيب بقى. تنسيكي طيب، ما هو انت بالصحه والسلام، ما يبقى ما ايه اللي دخل كل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلام. ماشي. وبعدين تعالي هنا، هو اصلا مش المولد النبوي. اه. ايه اللي دخل بس حلاوه بس. في الكلام ده؟ لا، ما هو بس ما يعني بعد هتقولي كل لي بقى ده. طقوس ومش اه. عارف ايه وبتاع، وكانت ماليش انا في الطقوس والكلام الفاضي بكام بقى. ده عادات وتقاليد يا محمد، ما ينفعش مين؟ نتخلى عنها. ما هي المصيبه في العادات والتقاليد دي. ايوه. ماشي. ايوه، هنجيب امتى بقى؟ نجيب ايه؟ حلاوة المولد يا محمد، بتركز معايا شوية. مم. احنا عندنا مين في طنطا بيبيع الحاجات دي؟ ما انا لسه كنت هقول لك. اه. مين احسن واحد عندكم بيعمل حلاوة مولد؟ انا اللي اقول. ايوه يا محمد، انت من طنطا، انا اه مش من صحيح، ده طنطا. ده انا اللي من طنطا صحيح، انت مش من طنطا ما تعرفيش. انا ما اعرفش. طيب احنا عندنا مين كويس بيبيع؟ بس انا سمعت عن عبد الفتاح مرزوق حلو. ما هو كلنا مصر كلها سمعت عن عبد الفتاح مرزوق على فكرة. عندنا في طنطا مين تاني بقى؟ اه في عندك تاني غير عبد الفتاح مرزوق، في عدلي كويس على فكرة. في حلبية المولد. وعندك السردي. وعندك كريز. وعندك دهب. وعندك لابوار. وعندك العبد. ده عبد الله. العبد هو وعندك بيبيعها العبد. بكام العبد؟ مين؟ العبد. انا سمعت تقريبا ان علبة الحلاوة اللي هو 2 كيلو المشكل عامل عند العبد السنة دي 3000 جنيه. مين؟ 3000 جنيه. لا اكيد قريت غلط. لا لا، هو في 3000، في صفر زيادة، هو 3000 جنيه تقريبا كده. انت متخيلة بقى اما تبقى عند العم ايه؟ اه 3000 جنيه يا ماما. 3000 جنيه يا حبيبتي الحمد لله. انا مش عارف هو الوزن قد ايه بصراحة، بس هم كاتبين انه علبة الحلاوة السنة دي عند العبد ب 3000 جنيه. امال لو عند الكافر هتبقى بكام؟ مش عارف. مش فاهم انا. يا نهار الحمد أبيض. لله. ربنا يرحمنا برحمته والله. يا رب. وانتوا تقولوا لي حلاوة مولد؟